مساء الخير عليكم واهلا بكم من جديد مع حلقات انا وانت وملاكي. كلام اليومين دول على اتفاقية البريكس. ايه هي اتفاقية البريكس؟ وايه هو اللي هيعود على مصر للانضمام لاتفاقية بريكس؟ وهل هذا هيأثر على الاسعار؟ هل هتنخفض زي ما الناس بتقول؟ خليك متابع معايا لاخر الحلقة عشان نعرف الموضوع بالظبط. دلوقتي هنتكلم مع بعض في حاجة بسيطة كده. ناس كتير اشتكت منها. هي شركات أول ما نزلت أوبر وكريم الناس كانت مبسوطة بيها. بدأت تتواصل معاها عن طريق برنامج على الإنترنت، تتصل بيها يجيلك العربية لحد البيت، ياخدك ويوصلك المشوار بتاعك. عربية جديدة مكيفة، تعامل مع ناس محترمة شوية. غير بعد كده ان اللي دخل ليها بقى الشركات دي وندرايف وبقت شركات كتيره وتوسعت مجال السيارات، فاصبح الناس لقت منها فرصه ان هي تقدر تدخل دخل تاني بعد الشغل، الناس اللي هي موظفه وتزود دخلها بعد الظهر او هي معاها عربيه. لكن لاحظنا في الاونه الاخيره اول ناس اشتكت ان هم كباتن السيارات، اشتكت ان الناس العملاء والزباين وهي نازله بتقول له حسابك كام يا اسطى؟ على جنب يا اسطى. طبعا كلمه يا اسطى ديت ضايقت ناس كتير، لان معظم الناس اللي راكبين عربيه او معاهم عربيات فيهم منهم دكاتره، في صيادله، في مهندسين، في محاسبين، في موظفين ربنا كرمهم ومعاهم فلوس يشتروا عربيه عشان يزودوا دخلهم بعد الشغل. فحضرتك انت دلوقتي بتتعامل مع ناس متعلمين، فزي ما حضرتك بتلاقي تقدير، انت بتلاقي عربية نظيفة وبتلاقي التكييف شغال وبتلاقي معاملة محترمة من الناس الكباتن. فمقابل دوت هو نفسه الكابتن بيحتاج معاملة متبادلة، يعني فيها جنتلة شوية. يعني مثلا تقول له بلاش يا اسطى والحاجات دي، يقول له يعني على جنب يا كابتن، شكرا يا كابتن، انا سعيد بمعرفتك يا كابتن كده. يعني الناس بتبقى مستنيه كلمه حلوه تلطف عليها الجو، يعني مش اكتر. فزي ما انت حضرتك بتلاقي معامله نظيفه، عربيه نظيفه، عربيه مكيفه، فيعني تبادل نفس الشعور وبلاش كلمه قصه دي. وطبعا زي ما احنا عارفين في الاونه الاخيره ظهرت الحوادث كتيرة، بدأت شغل البلطجة وشغل السرقة، اللي هم يتصلوا بالكباتن وياخدوهم في طرق مهجورة ويبدأوا يسطوا عليهم أو ياخدوا العربية ويرموهم في الشارع لا قدر الله. فدي قلقت ناس كتير من الكباتن، وفي ناس انسحبت من الموضوع دوت، بقت خايفة طبعا، لأن ده يعني حياة أو موت. حتى لو لا قدر الله ما فيش حاجة هيبقى في خسائر العربية. فارجو من الكباتن مثلا لو هم هيبداوا الرحله يبدا يشير اللوكيشن بتاعه، بحيث ان هو يبقى معروف هو رايح فين وجاي منين، ويبقى لو قدر الله اي حاجه الناس تلحقه او الشركه تلحقه. اما موضوع البريكس، اول حاجه يعني ايه بريكس؟ البريكس لو جينا شفناها لقيناها مكونه من 5 حروف. ال5 حروف دول اللي هم أول حروف من ال5 دول أعضاء البريكس باللغة الإنجليزية. 5 حروف اللغة الإنجليزية، أول حروف من ال5 دول أعضاء البريكس. إيه هم الأعضاء البريكس؟ البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا. زي ما احنا عارفين بدأ الاتفاقية ديت من سنة 2006، كان فيها 4 دول بس، البرازيل، روسيا، الهند، والصين، ولحد ما انضم ليها جنوب افريقيا في سنه 2010. حضرتك اول ما تسمع ال5 دول جنوب افريقيا والبرازيل وروسيا والصين والهند، تحس ان هم 5 دول عظمى متحكمين في اقتصاد العالم كله. لما تيجي تبص للتكتل دوت وتيجي تحسبها، هتلاقي التجمع دوت اللي منظومه البريكس، ال5 دول يعتبروا بنسبة 30% من حجم الاقتصاد العالمي. ده غير ان هو 26% من مساحة العالم كله. ال5 دول
غير ان هم سكان الخمس دول دول يعتبروا 43% من سكان العالم، يعني يتحكموا في اقتصاد العالم كله. غير يبقى في تجارة متبادلة بينهم، في استثمارات متبادلة بينهم، في معاملات رايحة جاية، صادرات وواردات بين الخمس دول. اقتصاد العالم يتحكم فيهم الخمس دول دول. طب ايه اللي استفيد مصر من دخول بريكس؟ اول حاجة لما عرفنا ان البريكس 5 دول قوى عظمى، فطبيعي لما انت تبقى مصر جوه القوى العظمى هيبقى في اتحاد قوة تتبادل التجارة بين الدول كلها، هيبقى في صادرات وواردات، في انفتاح. تاني حاجة البريكس دوت يعتبر متحكم في 30% من الاقتصاد العالمي. زي ما احنا عرفنا ان مصر من سنة 2017 كانت بتسعى لدخول ان هي تبقى عضو من اعضاء مجموعة البريكس، لحد ما انضم الى البنك التنمية الدولي اللي هو المسؤول عن مجموعة البريكس، وبقى عضو في البنك نفسه. ايه هي المزايا اللي هتعود لمصر لما يدخل جوه منظومة البريكس؟ اول حاجة انت بتتعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 40% من سكان العالم، بينتج اكتر من 30% من السلع والخدمات على مستوى العالم، وبيساهم اكتر من 31% ونص من معدلات النمو الاقتصاد العالمي. يعني فرصة كبيرة الانضمام للبريكس. هو طبعا بيبقى فيه فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء. زي ما احنا عارفين ان مصر مش لوحدها قدمت الطلب، في 19 دولة غير مصر قدموا الطلب للانضمام لمجموعة بريكس. طبعا كل ما يبقى فيه اتحاد على مستوى العالم هيبقى فيه تبادل الخبرات والتجارة واستثمار اقتصادي، وفي قوة اقتصادية عظمى. غير أهمية الوجود وسط تكتل يحمي مصالح مصر السياسية والاقتصادية. طبعا مصر هتبقى جوه الاتحاد كله هيحافظ على بعضه سياسيا واقتصاديا، وبيضيف طبعا مزيدا من التعاون وتبادل الخبرات الكبيرة. والنقطة الأهم من وجود مصر داخل عضوية بريكس الاستفادة من اتجاه بريكس، الاستفادة من اتجاه، خلينا نركز قوي، الاستفادة من اتجاه عضوية بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي. ده طبعا بالنسبة لمصر هيبقى فيه تنوع في سلة العملات الأجنبية، يعني مش هتعتمد على الدولار، لا هتعتمد على العملات المحلية والأجنبية الأخرى. وممكن كل شيء جايز، يعني ربنا يكرمنا ويبقوا في تفاهم، يتفقوا ان هو العملة المحلية بتبقى العملة الجنيه المصري. طبعا هي مستبعدة شوية، بس نتمنى ممكن ليه لا تبقى التعامل بالجنيه المصري. ساعتها بالنسبة لمصر الجنيه هيوصل ويعدي الدولار كمان. وزي ما احنا عرفنا ان مصر بقت عضوة في بنك التنمية التابع للبريكس، ده بيؤكد اصرار مصر ان هي مصرة على الانضمام لمجموعة البريكس. وخلينا نقول ان زي ما مصر هتستفيد من الانضمام للبريكس، اكيد برضو المجموعة هتستفيد من مصر. هتستفيد ازاي؟ اولا هتستغل المواقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها، لان طبعا العالم كله عارف قيمة مصر، وده طبعا ليه عدة مزايا. هيخلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية لجميع الدول، وده طبعا هيخفف الضغط على النقد الأجنبي في البلاد. يعني ده هيعزز حركة التبادل التجاري مع الدول المجموعة كلها، وهيبقى الاعتماد مش على الدولار، هيبقى الاعتماد على زي ما احنا قلنا العملات الأجنبية غير الدولار. وجايز يكون في سنة من السنين التعامل بالجنيه المصري، نتمنى من الله كل شيء جايز. فطبعا الانفتاح على الاستثمارات في مصر ده بيخلي فرص الحصول على منتجات مواد خام بأسعار مخفضة، منها طبعا السلع الاستهلاكية والسلع المعمرة، وكل دوت المواد الخام هناخدها هنستوردها طبعا هتبقى بأسعار مخفضة.
لان انت ساعتها هتجيبها من المصدر نفسه، هتبقى عضو جوه البريكس، ليك الصلاحيه بالاستيراد والتصدير وبالعمله بتاعتك بحسب الاتفاق او بعمله غير الاجنبيه. ده هيقلل من استخدام الدولار، مما يؤدي الى انخفاض اسعار الدولار، مما هيريح ان شاء الله من السوق المصري، والزيادات اللي كانت بتحصل هتريح ان شاء الله، وكل الاسعار هتبدا تهدى. بس من المتوقع زي ما احنا عارفين ان كان في اجتماع لمجموعه البريكس في شهر 8. ان شاء الله نتمنى يكون في اتفاق على ضم مصر وجميع الدول المتقدمه للبريكس، وده يبقى خطوه حلوه لمصر، وان شاء الله اللي جاي احسن. بس طبعا مردود الكلام دوت هيبان في الربع الاولاني من 2024. اتمنى اكون افدتكم بحاجه بسيطه كده يعني مفسره على موضوع البريكس ومردوده على مصر وانخفاض الاسعار. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يجيلك الاشعارات الجديده، ولو عجبتك الحلقه اعمل شير عشان الكل يستفيد، ونلقاكم على خير ان شاء الله. سلام.